السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. جمعة مباركة طيبة للجميع. قبل أي شيء، اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الجنيه المصري إصدار عام 1967 وعرفنا مواصفاته وسعره وقيمته الحالية بالنسبة لأمازون وغيره وغيره. النهاردة هنتكلم عن ال5 جنيه اللي تم إصدارها سنة 1962 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تم إصدارها في أواخر الخمسينات ولحد آخر الستينات، كان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. توقيع عبد الحكيم الرفاعي كان محافظ البنك المركزي في الوقت ده. المواصفات بتاعتها: البنك المركزي المصري 5 جنيهات مصرية، إصدار عام 1962 وتحت إمضاء محافظ البنك عبد الحكيم الرفاعي. بتحمل الوجه ده بيحمل صورة توت عنخ آمون على الشمال، وهنا فراغ بس لو ركزت فيه هتلاقي فيه النسر اللي هي العلامة المائية بتاعته، هي علامة النسر. وده الوجه الآخر للعملة زي ما حضراتكم شايفين. بتعمل النهاردة من 3 ل 5000 جنيه. كل ما يبقى حالتها زيرو كل ما بجيب فلوس، لكن اللي في ايدي دي متهالكة جدا، انا ماسكها على قد ما اقدر. تقريبا مش هتجيب كتير، ممكن تبقى عملة تذكارية، لكن اللي بيجيب فلوس هي العمولات اللي ماسكة نفسها ولسه حافظة كيانها من أول طباعتها، يعني بنسبة حتى 90% دي بتعمل سعر. لكن العملات المتهالكة اللي بنسبة 30% زي اللي في ايدي دي بيبقى سعرها قليل جدا. فتش في عمولاتك ودور، أكيد هتلاقي وهيصادفك. وتابع الفيديوهات هتعرف كل جديد بإذن الله. متابعة ولايك للفيديو، وتابعنا على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، أو ادخل على صفحتي الشخصية هتلاقي علامة اليوتيوب، بدوس عليها واعمل اشتراك وادخل هتعرف كل جديد. واشوفكم على خير وجمعة مباركة بإذن الله. السلام عليكم.